هعمل معاكم النهاردة الميني بيتزا، ودي من الحاجات اللي نقدر نعملها بكميات كبيرة قوي ونشيلها في الفريزر ونطلعها لفطار المدارس أو اللانش بوكس. فتعالوا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف الطريقة الحلوة اللي احنا نعملها بيها. هبدأ أول حاجة بصلصة البيتزا. جبت طاسة حطيت فيها كوباية من الطماطم اللي متقشرة ومعصورة، وكمان معلقة من صلصة الطماطم، معلقة من الثوم البودر، معلقة من البصل البودر، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من الزعتر، وأحط عليهم معلقتين من الزيت. هقلب كل ده على البارد وهرفعها على النار واسيبها على نار هادية لحد ما تتبخر كل المية اللي فيها وتبقى صلصة تقيلة. وبعدين هبدأ أعمل اختبار الخميرة. معايا كوباية من المية الدافية، هحط عليها معلقة كبيرة من السكر وكيس من الخميرة الفورية أو معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هقلبهم كويس قوي لحد ما يدوبوا مع بعض. بعدين هغطي الخميرة بتاعتي دي وهركنها على جنب. جبت العجان وتقدري تعجني على ايدك عادي جدا. ادي الخميرة خمرت معايا اهي، هحطها في العجان. هحط عليها 3 معالق من الزيت، تقدري تستخدمي زيت نباتي أو زيت زيتون اللي يريحك. هضيف عليهم معلقتين من الزبادي، والزبادي بتخلي العجينة طرية جدا. هقفل العجان بتاعي واضرب كل المواد السائلة دي مع بعضها لحد ما يختلطوا. بعدين هنزل عليهم ب3 كوبايات من الدقيق، ومعلقتين كبار من اللبن البودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الملح. هبدأ بقى أخلط كل ده مع بعض لحد ما أشوف العجينة بتاعتي. لو محتاجة دقيق أحط لها، لو محتاجة مية هحط لها. انا العجينه هنا احتاجت معلقتين كبار كمان من الدقيق، ضفتهم كده في العجان. وهسيب العجينه بتاعتي دي تتعجن من 7 ل 8 دقايق لحد ما تبقى معايا عجينه مطاطيه بالشكل ده. بعدين شايفين العجينه خطيره يا جماعه، طريه جدا. زي ما قلت لك ما عندكيش عجان اعجني على ايدك، انا اصلا بحب اعجن على ايدي يعني، بس هو الكسل يعني. فجبت بقى بوله حطيت فيها، دهنتها بالزيت، حطيت فيها العجينه وحطيت على وش العجينه كده شويه من الزيت وغطيتها كده واسيبها على جنب تخمر خالص. معايا الحشوات اللي هضيفها على الميني بيتزا: شويه من البسطرمه، شويه من السلامي، فلفل الوان متقطع مكعبات صغيره، جبنه موتزاريلا، زيتون، وادي كمان الصلصه اللي احنا عملناها. تقدري تعملي الميني بيتزا بخضار بس مش شرط لحوم خالص. جبت بقى العجينه اللي خمرت معايا، شايفين العجينه ارتفعت ازاي عشان مخدومه كويس جدا. وشايفين العجينه طريه، لازم تبقى عجينه طريه، ما ينفعش تبقى يابسه يعني تلزق شويه كده في الايد. نزلتها بقى على مفرش الفرد، وبعدين هقطعها كده على جزئين. انا هوريكم طريقتين بنشكل بيهم الميني بيتزا، والاسهل بالنسبه لك اعمليها. اخدت اول جزء من العجينه فردته كده، وهبدا ان انا افرده بالمردانه بالشكل ده لحد ما ياخد معايا الشكل البيضاوي او المستطيل. بعدين هبدا ان انا اهوي العجينه بس كده علشان لما اجي اقطعها ما تكشش مني تاني، تفضل مفروده. جبت قطعه كده مدوره او كوبايه، اي حاجه عندك مدوره. هبدا ان انا اقطع دوائر كبيره كده شويه، وهلم باقي العجينه وهكورها سيبها ترتاح شويه كمان. جبت صينيه دهنتها بالزيت، وهحط بقى فيها العجينه اللي انا شكلتها بتاعه الميني بيتزا. هكمل الصينيه وهسيبها تخمر شويه كمان على جنب، يعني ترتاح شويه، يعني ترتفع شويه كده. جبت الجزء التاني من العجينة وهبدأ ان انا اقسمها كده لكور صغيرة خالص، وهبدأ ان انا اكور كل كورة. يعني الكورة تبقى كده قد الليمونة الكبيرة شوية او قد البيضة كده بالشكل ده. وهبدأ ان انا ارصهم برضو في الصينية، كل واحدة بعيدة عن التانية، مش عايزاهم يكونوا جنب بعض. وهغطيهم واسيبهم كده 10 دقايق برضو يرتاحوا شوية. جبت اول جزء انا فردته، وهبدا ان انا ايه اعمل تجويف كده من الحروف علشان تبقى العجينه بتاعتي عاليه بس من الحروف، وتخلي الحشوه جواها، يعني الحشوه والجبنه ما تسحش لبره، فاهميني؟ بعد ما عملتها كلها هبدا ان انا اخرمها كده بالشوكه خرمين او 3 كده من نص العجينه. وهنا بقى تيجي مرحلة الحشو بتاع البيتزا. هفرد كده الصلصة بالشكل ده، وهحط طبقة بسيطة الأول من الجبنة الموتزاريلا عشان الطبقة دي بتخلي الحشوة كلها تمسك مع بعضها. وبعدين حطيت هنا شوية من البسطرمة، وبعدين معايا كمان سلامي. طبعا قلتلك اللي انت تحبي تحشي بيه احشي بيه، ممكن فلفل ألوان وزيتون وجبنة موتزاريلا وبس، وبتطلع خطيرة يا جماعة. بعدين حطيت الفلفل الألوان وحطيت الزيتون، وهقفل بقى الطبقة الأخيرة بالجبنة الموتزاريلا بالشكل ده. انا كنت مشغله الفرن من قبل ما، يعني من بدايه ما بدات افرد العجينه، عشان لازم تدخل فرن سخن جدا. هدخلها في الرف اللي في النص، الفرن شغال من الارضيه بس، انا ما بشغلش من فوق، بشغل من الارضيه بس، وتدخل على فرن سخن جدا. جبت العجينه التانية، هجيب اي كوبايه كده تكون الارضيه بتاعتها مدوره بالشكل ده، وهدهنها بالزيت، وهبدا ان انا اضغط عليها على العجينه يعني بالكوبايه لحد ما تتفرد وتبقى بالشكل ده.
وبرضه هعمل لها تجويف كده بصوابعي علشان الحشوة تكون جواها. فالطريقة الأسهل بالنسبة لك واللي تعجبك وتريحك شكليها بيها، ما عندناش أي مشكلة. هي بتاخد بالظبط أقل من 10 دقايق في الفرن، يعني حوالي 7-8 دقايق كده بالظبط، وكانت طلعت معايا بالشكل ده. خطيرة يا جماعة، عجينة طرية جدا هشة. شايفين التسوية بتاعتها من الأرضية؟ أنا مش عايزاها تاخد تسوية أكتر من كده، ومش عايزين الجبنة من فوق تتحرق وتاخد لون، عشان كده قلت لكم ما تشغلوش الشواية بتاعت الفرن. فلو الفرن بتاعك بيوزع حرارة كويس فسيبيه يسخن كويس ودخليها في الرف الوسطاني، وما تشغليش الشواية خالص. شايفين العجينة من جوه يا جماعة؟ خطيرة. طب ازاي تخزنيها في الفريزر؟ تسيبيها لما تبرد خالص، وتجيبي الطبق اللي هتخزني فيه وتحطي طبقة، وما بين كل طبقة والتانية هتفردي كيس تلاجة عشان ما يلزقوش في بعض. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وهستنى رأيكم فيها. وكنت معاكم نور، وباي باي.